دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عينه. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. من نطلب وأنت المطلوب، من نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الجود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثر علينا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تطردنا عن رحمتك، اللهم لا تطردنا عن بابك يا رب العالمين. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك، إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجابا لنا بين النار،
اللهم اجعله حجابا لنا بين النار. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويسلب حق تلاوته. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحمنا في موقف العرض عليك وارحمنا في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كربات يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم وأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وحرم على النار أجسادنا وحرم على النار أجسادنا. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وفارقنا الأهل والأصحاب وواجهنا الحساب وحيل بيننا وبين العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما
بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار.